السلام عليكم جميعا. اليوم عنا توقعات UFC 315. عنا البطل الفلسطيني بلال محمد عم يدافع عن اللقب تبعه الوالتر ويت تشامبيونشيب ضد جاك ديلا مادالين، النجم الصاعد جاك ديلا مادالين الأسترالي. وعنا بالكومين ايفنت كمان مواجهة على اللقب بين فالنتينا شفشينكو بطلة شو نشوف بطلة شو كانت هي بطلة الفلاي ويت ضد خصمها الفرنسية مانون فييرت. طبعا هي هذا العرض حيكون بكندا، حيكون بالبلد اللي أنا عايش فيها بولاية مونتريال. العرض يعني كيف أقول لك يعتبر عادي، ما في كتير يعني مواجهات حلوة. لكن عندنا المواجهة الأساسية المين ايفنت اللي هي بين بلال محمد جاك المدنيين، بصراحة مواجهة كتير حلوة، أنا جدا متحمس لها. فاليوم حاعطيكم توقعات، مين متوقع يفوز مين متوقع يخسر وليش. لكن قبل ما نبدأ المقطع لازم تعملوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات وتنشروا المقطع مع أي حدا بتعرفوه بحب يتابع إثارة يو اف سي. نتمنى تستمتعوا بالمقطع. طبعا بالمواجهة الأولى عنا المقاتل الكندي براد كاتونا ضد المقاتل الكازاخستاني باكزت المكان. طبعا براد كاتونا يعني كيف لك عنده مهارات بكل مكان، منيح على الرجلين منيح على الأرض، وعنده خبرة يعني جيدة، يعني كيف لك. يعني بالنسبة لهذا شو اسمه باكزت المكان يعني مقاتل هو بيعتمد على كيف لك الضرب، لأن الضرب عنده كيف لك عنده قوة ضرب عالية كتير. فدائما هو بيعتمد على الضرب تبعه وبيحب يخلي المواجهة على الرجلين طول الوقت. هو على الغالب حيخلي هي المواجهة على الرجلين ويقدر يضرب براد كاتونا بأي مكان بده إياه. ومشان هيك أتوقع حيكون باكزت المكان يفوز بهي المواجهة. أما المواجهة الثانية فعنا مواجهة بين دانيال سانتوس ضد جيونغ يونغ لي. طبعا سانتوس عنده كيف لك ضرب مويتا جيد كتير، والجوجيتسو عنده يعتبر كمان خطير وجيد. فهالمقاتل كيف لك يعني حيكون خطير سواء المواجهة ضلت على الرجلين أو نزلت على الأرض. وخصمه لي اللي كمان يعتبر مقاتل خطير، لكنه كيف لك يعتبر مقاتل متسرع بالقتال. دائما هيك بيتسرع بيهجم على خصومه بدون يعني تفكير او بدون اي خطة محددة. بصراحة التوقع حيكون صعب، لانه كيف لك سانتوس يعني صار له سنتين ما قاتل، وكيف لك يعني ولي يعني كيف لك مقاتل متسرع، فما بعرف اذا بهالمواجهة هي كيف لك حيكون يعني يعني في حيكون صبور وهيك. لكن حأتوقع انه لي كيف لك حيركز بهي المواجهة ويقدر يفوز على سانتوس، لأنه صعب اختار يعني سانتوس اللي صار له سنتين ما قاتل. فمشان هيك توقع المواجهة حيكون جونج يونغ لي ليفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها فعندنا المقاتل الكندي مارك أندري باريوت ضد برونو سيلفا. طبعا باريو بحب كيف لك يضغط على خصومه كثير ويخلي المواجهة كيف لك سريعة وعنيفة وفاست بيس. لكن مشكلته انه دفاعه جدا جدا سيء بالقتال، وكيف لك جدا جدا سهل يعني على خصومه انهم يضربوه ويلاقوا ضربات ضده. وتحمل الضربات جدا سيء وما عنده تكنيك ابدا. يعني ما بعرف كيف يعني في عنده اشياء سلبيات كتير. هلا يعني لاحظت هالشي. وخصمه يعني سيلفا اللي عنده قوة ضرب عالية كتير وبيقدر ينيم اي خصم قدامه يعني بالضربات تبعاته. لكن كيف لك يعني برونو سيلفا يعني بس خطير بالراوند الاول او ببدايه المواجهه، لكن بعد هيك كيف لك بتخف يعني السرعه تبعه وبيصير يعني بطيء وما بيركز منيح، وبتحسه كيف لك ما بيهمه اذا فاز ولا خسر. وهالشي يعني من سلبيات برونو سيلفا الكبيره، وهي انه ما بيهمه اذا هو فاز ولا خسر، تحسك بفوت على المواجهه انه شو ما صار يصير. يعني لو نيم خصمه بيفوز ولو ما نيم خصمه يعني ما بتفرق معه. ولو هالمواجهة يعني راحت بعد الراوند الأول، مارك أندري بريو على الغالب كيف لك حيتحكم بالمواجهة وحيفوز فيها و... ويضغط برون سيلفا لقرار حكام. ومشان هيك بسبب يعني ضغط مارك بريو العالي وبسبب ضغطه وكل شيء هيك، توقع أن المواجهة حيكون مارك أندري بريو يفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها فعنا نافاجو ستيرلينج ضد إيفان أرسلان. طبعا ستيرلينج مقاتل جيد كتير على الرجلين، يعني الضرب عنده كيف لك كتير كتير جيد، الموي تاي عنده جيد، من القوة من الركلات من ضربات الكوع والركبة. تحرك الرجلين عنده يعني كيف لك جيد كتير، وتوقيته لأنه إمتى يضرب كتير بيعجبني. وخصمه أرسلان اللي عنده كيف لك خبرة عالية، لكن هالخبرة ما حتنفعه كتير لأنه على الرجلين يعني ولا بيوصل كيف لك نص مستوى نافاجو ستيرلينج. فمشان هيك اتوقع للمواجهة حيكون نافاهو ستيرلينج ليفوز بهي المواجهة.
أما المواجهة اللي بعدها فعنا مودستس بكاوسكس ضد إيان كوتولابا. طبعا المقاتلين الاثنين فازوا فوز جيد كتير بمواجهتهم الماضية. عندك كوتولابا اللي يعتبر مقاتل خطير كتير، لكن مشكلته كانت هي دائما مشكلته من بداية مسيرته، وهي إنه الكارديو عنده سيء وبيتعب بسرعة، وبعد الراوند الأول كيف لك بصير بطيء وما بيركز أبدا. ولو كيف لك خصومه دائما يعني نجوا من الراوند الأول، أغلب الوقت يعني بيفوزوا عليه بسهولة، وبيتحكموا كمان فيه. وخصمه مدسس بكاوسكس عنده قوة ضرب يعني جيدة كثير، ويعتبر كيف لك يعني مقاتل عنيف، ومستواه يعني كيف لك تحسن كثير. يعني من يعني كيف لك هو بالبداية كان يعني كيف لك مقاتل عادي، هو لساته مقاتل عادي، لكن انه يتحسن من مهاراته كثير، لانه كيف لك صار يتدرب مع البطل الهيفي ويت توم اسبينال، فمستواه تحسن كثير. وحتى يعني لو كتلابة كيف لك عطاه مشاكل بالراوند الاول، ويعني كيف لك اذاه وضربه. انا بشوف انه مودستس بوكاوسكس يعني بالعنف تبعه بالقوه تبعه حينجي من الراوند الاول، ويكمل المواجهه للراوند الثاني والثالث بس ان الثاني والثالث، ويتحكم بإين كتلابة ويفوز عليه. فأتوقع المواجهة حيكون مودستس بكاوسكس ليفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها فعنا البطلة السابقة جيسيكا أندراج ضد جاسمين، مقاتلة الكندية جاسمين جاستيفيشيوس. طبعا يعني جاسمين مستواها جيد كتير، بتقدر كيف لك تنزل خصومها على الأرض. وصح إنه كيف لك الضرب عندها يعني كيف لك الضرب عندها يعتبر عادي، لكن الضغط عندها جدا جيد. وبتعرف كيف تفوز، يعني بتعرف كيف تستخدم الضرب تبعها، مع انه هو ضربها عادي بتعرف كيف تستخدمه لتضغط على خصومها وتنزلهم على الارض وتتحكم فيها هنيك، لانه هي هذا المكان اللي هي جيده فيه واللي هو الارض. وعلى الغالب حتنزل جيسيكا اندراج على الارض بهي المواجهه، انه جيسيكا اندراج سيئه كثير على الارض. وصح انه جيسيكا يعني اندراج بطله سابقه وعندها خبره عاليه، والضرب عندها يعتبر جيد كثير، لكن يعني حتى يعني كيف لك حتى لو ضرب يعني جاسمين جاستفيزي يعني ضربت يعني حتى لو ضربت هي جاسمين على الرجلين، هل حتقدر تصمد يعني 3 راوندز بدون ما تتنزل على الارض ولا مره؟ انا ما بشوف هالشيء يعني كيف لك يعني حيصير. فمشان هيك توقع لهالمواجهه حيكون جاسمين جاستفيشيس لتفوز بهي المواجهه. أما المواجهة اللي بعدها فعندنا المقاتل الكندي مايك ميلات ضد تشارلز راتكي. طبعا مايك ميلات أنا يعني كيف لك مقاتل أنا شخصيا شفته عم يتدرب بالحقيقة. أنا يعني كيف لك هو لأنه من كندا وأنا من كندا، شفته شخصيا عم يتدرب قدامي بالنادي اللي أنا بتمرن فيه وبقاتل فيه. وكيف لك يعني مايك ميلات يعني كيف لك مقاتل يعني جيد كتير، عنده مهارات عالية، الجوجيتسو عنده يعتبر جيد كتير. لكن لا ننسى انه كيف لك راتك كمان عنده جوجيتسو قوي كتير، او يعني الجوجيتسو تبعه احسن من مايك ملات. فلو هالمواجهه يعني كيف لك ضلت على الرجلين، ملات الضرب عنده اقوى من ناحيه القوه، وراتكي كيف لك احسن من ناحيه التكنيك والملاكمه. وفي الاثنين جيدين على الرجلين والاثنين جيدين على الارض، لكن انا حاختار مايك ميلات ليفوز بالمواجهه بسبب انه حيكون بكندا، فالحكام على الغالب حيكونوا لصالحه وحيحاولوا يخلوه يفوز. فاتوقع المواجهه حيكون مايك ميلات ليفوز بالمواجهه. اما المواجهه اللي بعدها فعنا المقاتل الفرنسي بنوا ساين ديني ضد كايل بريبوليك. حخلي هذا التوقع السهل بسيط بدون ما اطول بدون ما يعني ضيع وقتكم. اتوقع يعني حيكون يعني كيف لك هذا خصمه كايل حيقاتل بهي المواجهة على إشعار قصير بدون أي تجهيز لهي المواجهة، فما بشوف عنده أي فرصة للفوز. فتوقع لهالمواجهة حيكون بنوا سايندلي يفوز بهي المواجهة بكل سهولة. أما المواجهة اللي بعدها فعنا البطلة السابقة أليكسا جراسو ضد ناتاليا سيلفا. وقبل لا نبدأ بهذا التحليل لازم أعترف لكم شيء وإلكم إنه ناتاليا سيلفا واحدة لو ما كانت هي يمكن أفضل يعني كيف لك مقاتلتي المفضلة باليو اف سي حاليا، من ناحية كيف لك الستايل الطريقة اللي بتقاتل فيها، والطريقة اللي يعني كيف لك بتهجم على خصومها. فهتوقع على الغالب حيكون انحياز. فيعني هتوقع لا كتير يعني كيف لك تركزوا فيه، يعني ركزوا فيه بس انه يعني كيف لك حيكون في انحياز، لاني انا بحبها لناتاليا سيلفا وبحب الطريقة اللي بتقاتل فيه، وهي من المقاتلين المفضلين. خلينا نبدا اول شيء بجراسو. طبعا جراسو ملاكمة جيدة كتير، والتكنيك عندها جيد، وعلى الأرض تعتبر كمان خطيرة كتير لو المواجهة نزلت على الأرض. وخصمها السيلفا اللي كيف لك بقدر يعني كيف لك بقدر يعني لو خلينا هذا الفيديو أقعد أحكي عن الأشياء اللي أنا بحبها بالسيلفا ممكن الفيديو يوصل ل10 ساعات. لأنه كيف لك السيلفا عندها تحرك وضرب جيد كتير، من ناحية كيف لك الركلات، التوقيت،
يعني الركلات تبعها من الموي تاي جدا خطيرة، يعني مو طبيعية أبدا يعني. ولو جراسو كيف لك ما قدرت تتحكم بالمسافات بينها وبين ناتاليا سيلفا، ناتاليا سيلفا حتتنمر عليها بكل مكان، يعني من ناحية الركلات، السرعة، الطريقة اللي كيف لك هيك بتتحرك فيها، بتحسك انها عم ترقص بالحلبة هيك، بتروح يمين بتروح يسار، بعطيك هيك ركلة بعدين ترجع لورا بتقدم لقدام. الطريقة اللي بتقاتل فيها يعني جدا جدا حلوة. ويعني كيف لك يعني صعب اختار اليكسا جراسو بهي المواجهه، لانه يعني لو ما قدرت اليكسا جراسو يعني تتحكم بالمسافات بينها وبين سيلفا، يعني سيلفا حتتنمر عليها وحتهلكها بالركلات يعني والضرب من كل يعني من كل مكان. وما بشوف كيف لك يعني القتال على الارض حينفع اليكسا جراسو بهي المواجهه، لانه سيلفا جيدة كتير بانه ما تتنزل على الارض، وبانها يعني حتى لو تنزل على الارض تقوم مرة تانية. وانا بشوف انه سيلفا حتقدر كيف لك تتحكم بالمسافات بينها وبين جراسو، وتلاقي كيف لك الضربات المناسبة والجيدة بالتوقيت المناسب اللي بدها إياها مشان تفوز بهي المواجهة. وتوقعوا لهي المواجهة حيكون ناتاليا سيلفا لتفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها فعندنا مواجهة بين الأسطورة جوزي ألدو ضد المقاتل الكندي أيمن زحابي. طبعا زهابي عنده واحد من أفضل المدربين بالتاريخ معه، يعني بالكورنر تبعه من المدربين تبعاته اللي هو فراس زهابي، اللي كان مدرب واحد من أفضل المقاتلين بتاريخ اليو اف سي جورج سين بيير. وأنا بتوقع إنه أيمن زهابي حيكون عنده جورج سين بيير بالكورنر تبعه حيدرب بهي المواجهة. وكيف لك خلينا نحكي أول شيء عن زهابي. طبعا زهابي عنده فهم جيد كتير للمواجهات وبيعرف كيف يفوز، والتوقيت عنده بالضرب جيد كتير. وخصمه ألدو اللي يعتبر يعني كيف لك واحد من أفضل المقاتلين بالتاريخ، يعني عنده فهم كمان جيد للقتال، بيعتبر واحد يعني من أفضل المقاتلين بالتاريخ مثل ما قلنا. وصح إنه زهابي يعني مستواه جيد كتير آخر فترة وجدا متحسن وعم يفوز على خصومه، لكن جدا صعب اختار ضد يعني كيف لك ألدو اللي يعتبر هو مقاتل أسطورة. والتراث اللي عنده يا المهارة الخبرة، الناس اللي قاتلهم على يعني قاتل يعني ناس كتير بمسيرته وفاز كتير بمسيرته. وصح انه صار كبر بالعمر كتير، لكن صعب اختار ضد أسطورة مثل جوزي ألدو. فمشان هيك اتوقع المواجهة يكون هوزي ألدو ليفوز بهي المواجهة. اما بالكومين ايفنت فعنا مواجهة على لقب الويمنز فلاي ويت تايتل باوت بين البطلة فالنتينا شيفشينكو اللي هلا فاز باللقب تبعها واسترجعته من أليكسا جراسو، ضد المقاتلة الفرنسية الصاعدة مانون فييرت. طبعا المقاتلتين عندهم ضرب موي تاي يعني جيد وقوي كتير، لكن مانون فييرت تستخدم طريقة الكاراتيه وبتوقف طريقة الكاراتيه. وفالنتينا عندها واحد من أفضل الموي تاي بتاريخ. وأنا ما بس عم بحكي عن النساء، كمان كل يعني من كل المقاتلين بالتاريخ الموي تاي عندها جيد وقوي كتير. طبعا المقاتلتين عندهم ركلات جيدة كتير. عندنا فالنتينا شفشينكو اللي عندها خبرة عالية كتير وقاتلت يعني ناس كتير بمسيرتها، وقاتلت يعني مقاتلين كتير بكيف لك مواجهات على اللقب. وهي خبرة تعتبر منيحة كتير، إن هي قاتلت بفايف راوندز يعني بمسيرتها كتير. وانا يعني بالنسبه لي بشوف انه فالنتينا شيفشенكو تاني افضل مقاتله بالتاريخ بعد اماندا نونيز. انا بحكي عن المقاتلين النساء، بشوف انا تاني افضل مقاتله بالتاريخ بعد اماندا نونيز. وخصمها فيرت اللي تعتبر مقاتله شرسه وقويه كتير، لكن عندها مشكله وهي انها يعني كيف لك بتبطأ شويه، يعني لما تواجهها تطول بعد الراوند الثالث والرابع والخامس. فالسؤال حيكون هل منون فييرت حتقدر تتحمل كيف لك الضغط والخبرة تبع شفشنكو، ولا هل شفشنكو كيف لك حتقدر كيف لك تصمد مع المقاتلين الصاعدين والأصغر منها واللي جايين جداد بعد ما واجهت أليكسا جراسو 3 سنين ورا بعض. لأنه صعب كيف لك على مقاتل إنه يتعود على إنه يقاتل ناس تانيين بعد ما قاتل نفس المقاتل ودرس نفس المقاتل لمدة 3 سنين وهي اللي كانت أليكسا جراسو. فيعني ما بنعرف اذا فالنتين شفشنكو حتكون بعز مستواها، لكن انا صعب اختار يعني ضد الخبره ضد المهاره ضد يعني الكمال اللي هي فالنتينا شفشنكو. فاتوقع المواجهه حيكون فالنتينا شفشنكو لتفوز وتحتفظ باللقب. اما المواجهه الاخيره فعندنا مواجهه بين البطل بلال محمد ضد جاك دالا مادالينا. طبعا هالمواجهه اتوقع حيكون صعبه كتير. عندنا بلال محمد اللي مميز يعني مميز كتير بالضغط العالي والكارديو والمصارعه. يعني المصارعه عنده مهارة المصارعه جدا جدا يعني عاليه وقويه.
والقدرة على انه مثل كيف لك يكسر خصومه ويضغطهم ويخليهم ينكسروا وما يعطيهم فرصة ليفوزوا. يعني بصراحة مو طبيعي، دائما بلال بيهلك خصومه وبيضغطهم ليخليهم يفقدوا الأمل بالمواجهة. ف وبلال يعني كمان دائما بفوت على المواجهة وبيحاول يثبت قدراته بكل مكان، سواء على الرجلين على الأرض. لكن بهي المواجهة انه يثبت قدراته على الرجلين حيكون شيء جدا جدا صعب، لانه حيقاتل واحد اللي هو جاك ديلا مادالينا، اللي عنده كيف لك يعني ضرب جدا 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 قوي. يعني جاك مادالينا بالنسبة إلي أفضل يعني ملاكم أو سترايكر بوزن الوالتر ويت. يعني جي دي ام الضرب عنده جدا جدا قوي. الملاكمة يعني التكنيك، الضرب، التحرك الجسم تبعه، يعني الضربات بتجي كيف لك بتوقيت مناسب دائما ومن أماكن ما حدا بيتوقعها. يعني جي دي ام بصراحة يعني مقاطع الرجلين جدا قوي. وكيف اقول لك يعني من افضل، يعني انا مثل ما قلت لكم بعتبره واحد من افضل الملاكمين بالوالتر ويت حاليا. وانا ولا مره كيف لك اخترت ضد جي دي ام بكل مسيرته من لما بلش باليو اف سي. اخترت ضد يعني اخترته انه يفوز ضد كل خصومه. ويعني كيف اقول لك بهالمواجهه يعني حيكون عنا يعني جي دي ام اللي بضربه يعني كيف لك بضربه الجيد والقوي، وبلال اللي عنده كيف لك الضغط العالي والمصارعة. يعني كيف لك اللي بيقدر ينزل خصومه على الأرض ويخليهم على الأرض ويخلي المواجهة يعني هنيك ويتحكم بخصومه. فكيف لك يعني عندنا هل جيك المدني حيقدر يخلي المواجهة على الرجلين، وهل بلال محمد حيقدر يخلي المواجهة على الأرض. والمشكلة بهي المواجهة إنه كنت عم بتطلع على مقابلات مع بلال محمد وهو عم يقول إنه بده يخلي هي المواجهة على الرجلين، وبده يورجي الناس انه هو بيقدر يلاكم مثل كانيلو الفاريس، وانه حيقدر كيف لك يصمد مع جهدي ايام على الرجلين. وانا بشوف هالشي يعني كيف لك فكرة غبية كتير، ويعني ما بصير يعمل هذا الشيء ابدا. لانه لو ضل على الرجلين مع جهدي ايام، جهدي ايام يعني حيضربه وممكن ينيمه كمان. فما بتوقع انه حيعمل هذا الشيء. يعني بلال محمد مقاتل ذكي، مستحيل يعمل هذا الشيء. ولما اطلع يا اخي على المواجهة هي يعني جدا صعب يعني التوقع تبعها، لأنه أنا جدا بحبه لبلال محمد وبحبه لجاء جيدي يعني. وبتمنى إنه بلال محمد هو اللي يفوز بسبب إنه مقاتل فلسطيني ومسلم، وجدا بتمنى إنه يفوز. لكن لما أطلع عليهم هن الاثنين يعني كيف أقول لك يعني صعب اختار. لانه كيف أقول لك بلال محمد يعني يعني الطريقه اللي هن الاثنين بيقاتلوا فيها يعني بتفضل جي ام. وخصوصا انه بلال محمد عمره حيصير 37 سنة قريب. وللأسف يعني ما في شيء بخليني يعني بدي اختار بلال محمد، مع اني انا بتمنى انه هو يفوز. لكن صعب اختاره لبلال محمد. فللأسف يعني اتوقع المواجهة حيكون انه جي دي ام. اتمنى تسامحوني وما حدا يفصل علي بالكومنتات ويحاول يقهتلني، لكن للأسف اتوقع حيكون جي دي ام، جاك ديلا مادالينا، ليفوز بهي المواجهة ويصير البطل الجديد ويهزم لبلال محمد. لكن اتمنى يكون توقعي غلط، واتمنى ان بلال يفوز ويحتفظ باللقب. فهون بكون وصلنا لنهاية المقطع. يعني أتمنى تكونوا استمتعتوا بالعرض. أتمنى ما تعطوني ديسلايك بسبب إني اخترت جي دي إم ضد بلال محمد. لكن هذا بس يعني هيك توقع يعني، وأنا بصراحة يعني أتمنى يكون توقعي غلط. لكن أنا شغلتي إني بس أتوقع مواجهات من الطريقة اللي أنا بشوف فيها المواجهات. لكن أتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع. لا تنسوا تعملوا لايك والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات، وتتركوا كومنت يعني تشوفوا تعطوني توقعاتكم. من تتوقع يفوز؟ هل تتوقعوا بلال يحتفظ باللقب ولا جي دي إم ياخذ اللقب منه؟ ولا تنسوا تنشروا المقطع مع ناس بتعرفوهم بيحبوا يتابعوا يو اف سي وحابين يتفرجوا على اليو اف سي. شكرا جدا على المشاهدة، والسلام عليكم.